في مزرعة مليانة حيوانات. كانت في بطة اسمها زيزي. زيزي كانت بتشاور وتضحك على كل اللي حواليها، ولا فارق معاها إن الكل زعلان منها. وأكتر واحد كانت بتسخر منه كان الحمار. كل ما ينهق بصوته العالي زيزي تضحك وتقول: إيه الصوت الوحش ده؟ الحمار كان صوته عالي بس قلبه طيب. كان يزعل ويسكت ويكمل يومه من غير ما يرد. وفي يوم زيزي ضحكت ومشيت وسابت الحمار واقف لوحده، حاسس بالحزن، بس عينه كانت دايما صاحية. وجه الليل والمزرعة كلها نامت إلا الحمار، حاسس إن في حاجة مش طبيعية. وفجأة دخل حرامية المزرعة بهدوء، شافوا زيزي ومسكوها وحطوها جوه صندوق خشب. زيزي جوه الصندوق مرعوبة ومش قادرة تتحرك، ولا صوتها طالع، ولا فاكرة إن مفيش حد حاسس بيها. بس الحمار قرب وحس بالخطر، وفجأة نهق بأعلى صوته. صوت الحمار انتشر في المكان، صحى الفلاحين، والحرامية دريوا وسابوا الصندوق. اتفتح الصندوق وخرجت زيزي سليمة، وعرفت إن الصوت اللي كانت بتسخر منه هو اللي أنقذها. زيزي قربت من الحمار وبصت له بابتسامة وقالت: حقك عليا. ومن يومها بطلت تسخر من أي حد، وتعلمت إن كل واحد ليه قيمة حتى لو مختلف. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.